أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض سلطة الكسكسي بالحمص. عاوزة أقول لكم إنها من أحلى وألذ السلطات اللي انتوا ممكن تعملوها في الصيام أو في الفطار. أول حاجة هنجهز الكسكسي بتاعنا، طبعا هو هنا بيتباع ناشف كده زي المكرونة. طريقة تحضيره سهلة قوي. لكل كوباية من الكسكسي الناشف كوباية من المية المغلية ومعلقة من الزيت، أو ممكن تحطوا معلقة من الزبدة. وبعد كده هنغطيه بطبق أو ببلاستيك فيلم ونسيبه 10 دقايق علشان يستوي. هنحتاج كوباية من الحمص المسلوق، طماطم وخيار مقطعين، فلفل أخضر وألوان، زيتون شرايح، بقدونس مفروم وبصل، معلقتين زيت زيتون، معلقة من العسل، معلقة من الخل البلسمك، معلقتين عصير ليمون. وهنحتاج نعناع ناشف، فلفل أسود، ملح وزعتر. ممكن كمان لو عندكم نعناع فريش ممكن تحطوا شوية مفرومين. هنبتدي نجهز الدريسنج بتاعنا ونقلبهم كويس مع بعض. وبكده الدريسنج بتاعنا بقى جاهز. بعد 10 دقايق هنلاقي الكسكسي شرب كل المية واستوى. بشوكة كده نبتدي نفروله أو نفركه لغاية ما تلاقوه بقى فلافي كده وكل واحدة لوحدها. كده هو بقى جاهز. نبتدي نحط كل الخضار بتاعنا وبقية المكونات ونقلبه كويس قوي. وبعد ما نقلب كل الخضار بتاعنا كويس قوي مع الكسكسي هنحط الدريسنج اللي احنا عملناه ونقلبه مع السلطة وتبقى السلطة جاهزة. طبعا السلطات من احسن الطرق اللي احنا ناخد بيها البقول، احسن ما ناكلها بالطرق العادية. طعمها بيبقى احلى، وكمان بندخل فيها كمية من الخضار تبقى ألذ واخف في الاكل. ممكن كمان تجربوها بالبرغل بدل الكسكسي، بس الكسكسي بيبقى أطرى شوية وبيشرب الدريسنج أحلى. جربوها وقولولي رأيكم. ثانك يو.